أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 33 من دروس الفقه المالكي. كنت نسمي كثير درسني عدنا هضرت في صلاة العيدين. يجعل ربي ويسن غاك العيوذ إن شاء الله. وإن شاء الله هدوالا العيوذ السر نسن أكني لان وكني قلق ذيلين. أكني لان وكني قلق أذيلين أو هربي ماشي كان سين وسن العيذ، ولكن وهربي يكو وسن غذيلين العيوذ. عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيه تجديد. إن شاء الله. ولكن هذا العيد يصنع من قبلنا وبتوفيق الله عز وجل. ربنا يبدلنا الحال إلى أحسن حال، وربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما يولى رب سبحانه سي الأمة سلمت الخير، النية، الإخلاص، قوة التدين. خطر نعيا ذي رقة الدين الظاهرة المعروفة هي رقة الدين، ماشي المعنى الجوامع لا تشورا وقي لا معنى له، لا معنى لا لكثرة المساجد في يومنا هذه أو في هذه الأيام، ولا لكثرة رواد المساجد. يون زمان الجوامع كثرا ذا المعنى باللي إلى الإيمان يتشور الجامع أثبتون الجامع وايو ثورة خاطئ ثورة ثقي لم يعد دليلا على قوة التدين، لا كثرة المساجد ولا كثرة الرواد. نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. في درس اليوم صلاة الكسوف والخسوف، كسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف القمر. ما دين الكسوف نغ الخسوف القاسم المشترك بينهما معناتها الاختفاء كليا أو جزئيا، الاختفاء الكلي أو الجزئي. ما دينيض الشمس مكسوفة المعنى يس ثغاف، إما كلية يطجكو ديفانارا تند 10 الصباح نغد 11 نغد 1 نغد 2 يطجي إلا يغوم انكسف. إما الكسوف الكلي يفرك يغافيك، إما جزئي شويط يغاب شويط يظهر يلا. وكذلك بالنسبة لخسوف القمر، خسوف القمر قد يكون كليا أقور ذقيض يضوى الله يبارك، إما سيروح ثفاثيس، خاطر كسوف الشمس معناه ذهاب ضوئه، تروح ثفاثيس ذهاب ضوئه أو نوره، إما كليا أو جزئيا. كذلك أقور إسعى ثفاث بقور، إما ذي غاف كامل يكن ميلا ذي غاف بشكل جزئي. طيب ذوقي تجد المقدمة، ولكن دائما في المقدمة فيه معنى عميق. ذا شوف المسلم ينسجم ويتناغم مع أحداث الكون. أي لك ضرون دي الدونيث ينسلم مثلا يلا وما الكسوفنا الخسوف وش دخلنا كنا مش شغلنا، ولكن شرعت صلاة الكسوف والخسوف لتحقيق هذا التناغم، وهذا التناغم خاص بالمسلمين فقط. وياض أصغر فلكيا، ظاهرة فلكية، فلك أصحاب الأسترونومي في ماشينين يا خاكا
التلفزيون التبعان الرادارات وكذا دايا كان من بعد يدفكن التوقيت اشيني غافي يطيج مثلا شحال دقائق شحال لي سكوند شحال ثواني وكذلك اقول يا اخي ذا تسلم دايا ولكن البعد العقدي البعد الديني البعد التعبدي غائب يكون نزرب اللي اما وين دي خلقنا قور يدي خلقني طيج يدي خلقني ذوره يدي خلقني مذانا يدي خلقني حيوانات ربي يون الخالق يفكر اشاره من الاشارات صحيح هي ظاهره كونيه فلكيه طبيعيه ظاهره فينومين اصغر يمسنون عادي ولكن الى وين النظام الى قاسم السعودي ثدرتنا انه اين قدرناك نكون كمسلمين ونتسير بالخالق ربي سبحانه يفكر حاجه يخلف المالوف ثورة لو كان دي شرقيه ثورة اسين يطيج غسل الهيض يطيج امعنا ولا قرد فغطوره كنا حواجارة ثورة نحواج ايض طلام اكذ وين الا نيدس اقور اثران الى قد لي طلام غاس يطيج عزيز نحواجارة ذقيض نحواجيث ذقاس وذا غاقور غاس عزيز وتنحواجارة ذقاس نحواجيث ذقيض وطبعا زاد القمر يسعى درجات يسعى المادية لكن إذا مذهلال وبعدين ذي تسمور شوية غال ما يبضي نكمل يسمس البدر وبعدين ذي نقص لما يغال يسمس المحاق لانت درجات بين هذه الدرجات أو منازل بين هذه المنازل. أتوقف هنا في المقدمة ثورة نروح أولا أنهضر في مشروعية صلاتي الكسوف والخسوف. أنا أهضر في الكسوف المنفوك وبعدين نغال في الخسوف. ينادى ربي أولا ألف من القرآن الكريم عند ربي سبحانه عز وجل ومن آياته الليل والنهار ثورة تجد التنبيه تجد تسدي سورة فصلت الآية 37 ومن آياته يعني من آيات الله الدالة على عظيم قدرته أتسوح ربي سبحانه ولكن يربط القرآن الإنسان بحوادث الكون أي نظرون دي الدونيث باش أنسين ربي أكثر باش أثنظع أكثر خطر ربي في آية أخرى وما قدر كما في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره وباش الإنسان يصل إلى درجة أو منزلة تقدير الله عز وجل لتمام قدره لابد أن نستعين بهذه الآيات أن وحضر ربي قوين يخلق ومن آياته الليل والنهار وبعدين دو الشمس والقمر تيجي آيات يضاك ذواس تصوروا لو كان ذي جعل ربي دايما ذيض هذه صيف لنا ذيض امشي نسافر امشي نيجي امشي نخدم امشي نخدم شغلنا امشي نولي شغلنا ولكن يقدر ربي يسعى الوقت يسعى الوقت يقول فذو غزيفي ثوسان وزيلي ثوضان ذي الشتوى وزيلي ثوسان غزيفي ثوضان سبحان الله العظيم وبحمده وهي من نعم الله عز وجل في نفس الوقت ذي النعم العبادة الشعور بالنعم وطاعة المنعم يكسي قدقي يكدوك لنت كالملانت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يطيج أك ذوقور لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أي غدينا ربيك خاطر هناك من يسجد للشمس والقمر لأن عباد الشمس عباد القمر عباد مظاهر الطبيعة عباد القوى الكامنة وراء
مظاهر الطبيعة وظواهر الطبيعة ثقيا كل أنت الغاشي لعبذن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثقيل الآيات تسدي سورة فصلت الآية 37. ربي سبحانه عز وجل يفقنا غيد يك أما ذيض أما ذاس أما ذي طيج أما ذا قور ينتقي من آيات الله سبحانه وتعالى من بعد الناد ولا قرأت سجدم أما يطيج أما يوقور من بعد الناد واسجد لله الذي خلقهن سجدت يا ربي إذ خلقناك وكذا صافي الخالق هو واحد. من بعد الناد إن كنتم إياه تعبدون ميلة سيدت أتعبد ما ربي سجدت يا ربي ماشي إوياث. من السنة لند أحاديث كثيرة اخترت حديث أبي مسعود حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر يطيج أكد وقول لا ينكسفان لموت أحد. جو خطر كلمة لا ينكسفان كسوف مع تنطبق خطأ على القمر ولكن في الاصطلاح كالفرق انت يجوز أن كسوف القمر وخسوف الشمس يجوز أن كسوف الشمس والقمر ولكن اللغويون مع الفقهاء اتفقوا على هذا الاصطلاح للتمييز بين الظاهرتين أدين كسوف الشمس وخسوف القمر. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس. كي نبغوا بنادم عزيز يقرب لسيدي ربي ماشي ما يموتون عزيزا غادي يطيج غادي لذلك الصحارى غاشيني يوني يموت كيني يضرى كذا وكذا لا خاطر كل شيء يضرون صافي يضر العجب اسم يموت النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين ولكن مات كما يموت البشر ولكنهما آيتان من آيات الله. في كذاكي أما الشمس كسوف الشمس أو كسوف القمر خسوف القمر إذن لا ينكسفان لموت أحد من الناس مهما كان من الناس مطلقا كنفغوا الآن ولكنهما آيتان من آيات الله ولكنهما آيتان من آيات الله. صافي أكن دينا القرآن الكريم يدلنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما ذاش نخدم إن فقوموا فصلوا أو روحث اكرث أتظلم. الحديث متفق عليه رقمه في البخاري 1041 رقمه في صحيح مسلم 911 رقم الحديث. في الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم إذن أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 1041 في البخاري 911 رقم الحديث في مسلم. إذن تنفهم سي السنن في صلى الله عليه وسلم الحديث صريح صحيح صريح واضح باللي مثضرة كسوف الشمس يغاف يطج ذقواس يغاف وقور ذقيض كليا أو جزئيا أنكر أنظال دائما ثلاث صلاة الكسوف ثلاث صلاة الخسوف وقي أولا. ثانيا هذا المسألة حكمة تشريع الصلاتين الكسوف والخسوف أيضا حق سيدي الله يبارك الساعة الصلوات المكتوبات أنزل الصباح طهور العصر المغرب العشاء نسعى الصلواتين نسعى الصلوات النظام صليت العيد لما كنت زران إيفان دل العيد هذا مشطوح هذا قرآن نسعى صلاة الصلوات الرواتب وهي التابعة
للمفروضات كما شرحنا، رواتب ما قبل الطهور 6 ركعات 4 بعد الطهور 6 4 إلى آخره. نسعى تصل، نسعى قيام الليل، صلاة التراويح، نسعى تزريف الضحى، نسعى غاد نرنو في كذا ذا الشرع نسيدي ربي. إذا غدي ينام باش تسعوا مباشرة أما كدني تحقيق الانسجام والتناغم مع حوادث الكون التي لا تحدث إلا بإذنه جل جلاله. أين كيقدرون دي الدونيث القدرة من ربي سبحانه عز وجل. صافي النبي عليه الصلاة والسلام إن حكمة ولام يطيجي غاف ذكواس ذكزال أما يغاف كومبليتمون يعني كليا نغ جزئيا ذا كذلك أقور أما يغاف أكن ما إلا نغاف كان شوط ذيكس إناد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهما آياتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. مثولا الفينومين كي يظهر هذه الدونيث يطيج نغاكور كثرة الظلم. صافي الحديث واضح باللي يوم راغد باش نزال. ثورة نقطة السنة ثانيا حكمة التشريع، حكمة تشريعهما أي تشريع صلاتي الكسوف والخسوف. أتصيق الآن منها ثم زواروث الاستغفار والذكر والخضوع والتذلل لله. مثل ضرايوث سيتي كذاكي يغاف يطيج غي غاف وقور إلى قان استغفار التنبيه سي ربي سبحانه أدي قارة روح تطلب السماح ديال ربي فذرت ديال ربي وقاذي غفلن يا المؤمنين المسلمين وثارة باللي الكوناكي مرة يسعى يون مضبر يون يخدم الشغليس من ماشي كنديروا مراقبه دوض من بعد الزلازل دوض في كذا كنت تحرك عند ربي سبحانه صحيح المسنون اثنتقارن ظاهره كسوف الشمس طفنا شحال سوايع شحال دقائق شحال كذا دقائق نغلي سكوند ماذا ذا كوره ماذا يطيج ما يغاب وكذا اما الزلزله شحال يطوف شحال الميزان شحال ياكل شغل ميلات ويا الفيضانات الى اخره شحال يقدروا نديروا وسي كذاكي المسلمون غافلون عنها. كاش نهار السلام الظلم الغاشي زلزله ولاش الا نادرا تظهر زلزله نحسبوا كاع يموتن شحال يموتن شحال يجرحن شحال يوجلن شحال الباطمه تيغلين ثيلوفا يبوزنو جوستيس خاطر الباطمه تيفنا بيبري ادفا تفقد داك العيوب الخدمان النغ للاسف ذايا مثل ظليث ظل الفيضان باب الواد فيضان نحسب شحال يموتن شحال طوبيتي غرقنا شحال ولكن نغفل لأن العباده توسع الساعه المفروضات المكتوبات بانت في كذاكي ظل الصباح الظهر العصر المغرب العشاء في كذاكي الفرائض الا انت السنن الا انت كذا كيف نسمسلاي في السنن المؤكده نهضر في صلاه الوتر نهضر في صلاه العيد ثم قران العيد قران العيد مشطوح والسجد نهضر في يعني نهضر في صلاه العيدين السجد نهضر في صلاه الكسوف والخسوف اقلا هذيك سنت صافي اي غير تدي الشرع لنا اتصل الحكمه ثم زواروث الاستغفار توبه غير ربي سبحانه ذكر الله تسبيح ابراز الخضوع والتذلل لله سيدي قانص قبيل سوى النوز انا نزي ربي سبحانه عز وجل ونسجد ربي سبحانه الى احاديث كثيره منها حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اشو دينا خسفت الشمس ودينا
انكسفت الشمس باش يكون دينيغ خسف كسف المعنى واحد، معنى غياب ضوء الشمس أو ضوء القمر، الضوء والنور كما بمنطق القرآن الكريم كليا أو جزئيا. هذا قلنا خسفت الشمس، وإن كان كاينات اصطلاحا يمسنون ذي ثمسليث نتعرف أكد يمولا الفقه أماكن يظهر التفاهم يرسل في الاصطلاح، وتجد مدين الاصطلاح معناه هناك تواضعوا على ذلك، اتفقوا على ذلك باللي ما دين الكسوف معنى الشمس، ما دين الخسوف معنى القمر. يناد أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا خسفت الشمس يطيجي غاف ذكزال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فهادي يحكوا مشي اشو قوالا النبي صلى الله عليه وسلم. اما كنظام الصحابه تسوالين النبي عليه الصلاه والسلام اشو يخدم اشو ديالنا اشو يخدم غادي ينطق كان نثني طفل نغوالان الشفان ايويني ديالنا نغيوايلي يخدم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه، خاطرني بعثت انا والساعه كهاتين. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قيام الساعة الصغرى. ذيوث سي العلامات بلات نجر بدونيث، ولكن ثقيل العلامات مش تحث صافي. النبي صلى الله عليه وسلم اسمي يظهر الخسوف يطيج ينايش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. أهاث وقال ثبضت فأتى المسجد. شوفوا ثسيثاقي، فأتى المسجد باش نفهم باللي الفقهاء كيف يستنبطون أحكامهم. أمشي يفهمن الفقهاء الفقه أتي تجفذ نسي القرآن نسي السنة ذاقي نايك. فأتى المسجد أش نفهم أكن فهم من الصحابة ما ذي طيجي غافن دوكزال فالظالي فتنزل داخل الجامع. فأتى المسجد ماشي وحسة خميس النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي وحسة خميس هذه الظال خاطي يروح الجامع باش تفهمم باللي فظلي نكسو في الشمس أتيلي ذي الجامع ماشي ذو الجخام. الله يبارك. فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. صافي أبو موسى الأشعري الآن يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفي سيد يناد يزول سطول أما مقفد القيام مع انتهى يطول ذي القراءة، ماشي المعنى يفد كان كخاطئ، المعنى يفدذ يطول ذي القراية. زرب شو دي قال صوت الفاتحة أكو صوت البقرة. صوت البقرة خوتي شحال يصير زعما تغرب بنادم بين ساعة ونص ساعتين. أنا عاميه حتى صلاة التراويح ونص فركة، صلاة التراويح من رمضان نص فركة. يا صلاة الكسوف أو ذي طيجي غافنيا ماشي تشويط خلل في الكون. يلا العباد عندنا العباد يمكن يكون دنيغ باللي زيك نفرح ما تشور الجوامع ثور نفرحها. ملاحظة دعوة ولن أمل زيك ما يتشور الجماعة يتشور ثورة خاط ما يتشور الجماعة ديال الجماعة تساوي 5000 كاين نورمال بالك 100 يقول عندي 5000 بالك 4900 لا شيء. حقيقة مرة ولكن نحياها ونعيشها. فصلى بأطول
بأطول قيام. تصور ما إلا يزوز الفاتحة ذي البقرة وركوع وسجود، أي نقيم مقفدر يقيم ذي الركوع. أي أنعمي وسجود، أي نقيم ذي الركوع يقيم ذي السجود. سوى ما إلا تدور الفقه، تدور الفقه ما يزرى الإمام وقال يتظلم فيرس شوية كان لا ريزيستانس، شوية كان يخفف، يجوز التخفيف. أيضا نسيك زرنا شو قال الفيرس مثلا بيني وبينكم زيك استنضيو مغار زيه روح تخدم طراويح نتيزدغ مثلا ذقات واسيف أصلا روح تزال الطراويح ديال 4 ثيراثن هيني يضروح فوضار هذه الزال الطراويح يمدن ذينا نورمال وعادي. هذه في ثيكلي سي العصر يلحو باش هذه يوض العشاء هذه الزال الطراويح هذه وين يغمان فالزرف شويه بغرو باش ميقدن المغرب ما يديكش من المغرب هذا يشد كفريد نورمال. وثيمو شو هم في كذاكي اطاسين زرع زيك شحال كيلومتر يلحو يثورا يزمستين ضيون سي الجز الرعايه كينا الجيله كينا استين تروح تزال كاين اويد طوموبيل في السنات هي تصم الشروط 5 قرار صافي العباد مي لا فولونتي العزيمه في الركزني المقاومه تختلف. حكي غاسم بالسنه قلت ما شو تضحكوا فيها بسي شريف الله يرحمه انا تزال الطاري واحد كيف انت دارت ذي الشتوى ديوس رمضان بعد العصر يبدا ثيكلي يباض الشتوى اللي هو ثكاث يعدي يولبا سيف غير غزران شتيلات يفاث للومن الجداره سمي فوق تزريت التراويح يثدرتني باسكو خصنا الشياخ خصنا تكفى الزريت التراويح يطلام زرا ما مكزيك ولا اشتفات ولا شي البروجيكتور ولا والو اذا كان تفريطني ديال الغذاء اسمي ديبل سي غزرني فاتي يحمل الشتيلات انت يبوي النسخه المصحف النيه دا يقرا القران ديال معمرت يوقاد النسخه تلخص ما يزقرا سيف اتلخص إنا يسا ربي النسخه ياكي عزيز تفلاك عزيز تفلي السيسي غير معمرت وقاد غتلخص يفريت ذو قرويس يشد تستعممت إنا يسا ربي أوليك وريد سمسارو وريد تلخسارا سيو ما يبوي واسيف خطا وكي عليين دا قرو عليين تيخدم ديال الجيفيس تيخدم يحكي سيدي نسى فلاس يعفو ربي الشيخ يحفظ السين حزيفة معمر إنا يكزقر غاسيف قريب محسوب يباصل سيد مارن ولكن يسلك بخير وعلى خير. المهم النسخاني يحرزيت يورات سيد وكذا كي حضر مدينة الخامس قبل ذي مثل الله يرحمه إنك تسقيد النسخة تسقيد النسخة يقسلك ناس اللي في الخسارة في مشوام في كذا قطاس يقلان باش كان دير باللي الى قال فهم باللي نشتاقي يضرا ذي الزمان في صلى الله عليه وسلم. ولكن هسه لو كان الشيخ هذه الزاصات الكسوف يزرع لا ريزيستونس ياكو يزمر ديال شويه سوره البقره ديال كاش 20 ايه يركع يسجد السلام ذا يقول. لذلك ثوال ذاك نضحكوا ذي حكمه التشريع الاستغفار والتسبيح والى اخره. فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود. رايته قط يعني نك جامي ولا غنبي صلى الله عليه وسلم يطول ديال الصليت نغذي ديال القراءه نغذي ديال الركوع السجود ماك رايته قط يفعله. وقال
هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. أشو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينيس الآية ثاقي يطج ما يغافن قولنا كذا وانت خدم ربي سبحانه خاطر يون عزيز يموت غادي غافي يطيج نغيون عزيز يموت هذه غاف وقور خاطي أما يثذر ثنسن أما يلموت نسن أشو دينا ولكن يخوف الله به عباده. ربي سبحانه دي السمكتاي العباد الدقسن باش دوغالن سافري ذا ربي باش دوغالن سافري ذا ربي هذا يرحم ربي وسينان أقوذون ونتسقوذ ربي كل حق وثذاقيكم ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثولا تضرى يوسيتي كذاك دنا فافزعوا إلى ذكره فافزعوا يعني أزلث مكتث ربي فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره يلا هزلث ظليث ظلبث ذكرت ربي ذعوت ربي استغفرت ربي سبحانه. أيضا الحديث متفق عليه يعني أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. فيوث الحكمة يوث الحكمة في السناث معرفة إدراك نعمتي الشمس والقمر الليل والنهار بشان السين القيمة أما قيطج ما بقول أنا حمد ربي من لا نسين إذا كذواس إلو كان دوني ثنغا كتقيم الظلام يضيلها ثورا نزال ننطوس نرتاح وظلم إذ سقيض ماشي أم يض سوزال ذا كذلك أسيلها شرق دي سيطيجا نفاغا سفارا موالي وكذا نخمش شغلنا إما إيماجين ثيث مثل لو كان أثي ربي ياك ذيض اترنالمون ذيض دايما نغذي طيج دايما انظر ذي شو ذا غاثن أطا صفي أني على بالكم النعمة المألوفة لا يعرف قيمتها إلا قليل من الناس. شو المعنى يس النعمة كي الولف نسن قيمة نسنت ماشي ياك كان يبدد كان يبدد واحد الله يبارك قيمة الله يبارك نعمة ياك ظلموك ظلم قيمة يس وقذ الحون دي لا شيز رولونت نوسا داك وغا الجامع في دار النغ أكن ملا مي ذي الوقت ذي ياخذ سمسلاي غايث مثلا لا الوياض يسبيطار ديك خا من سن حبسن ماشي يرمي حبس سمانه نغاكور نو اطرف بالك 20 سنه 30 سنه مسكين ولاش يحبس صافي كون يفكي يقدر ربي النعمه يضرن نعمه يفسن نعمه نعم ما تفضى مناقي سفوسيك كان سفوسيك تخدم ذاك الحمد لله لو كان يديني ربي سبحانه الظلم 100 ركعه شاك جور على جرثاقي الظلم 100 ركعه نورمال وغدينا راه رحمه بنا حكاون وقيلا يونواس يون ذكيوث الوليمه إذ دمداك السنيوان تسمر يعددك فين فكاون يون يبدر يون كل يوم طفي يون سين دم تسمر شو تبغيض سوفوسيك يبدر يون وريد ديمارا هنا هو الاخذ وفيق باللي يساري فاسني سين هنا قريب يثغلي السني واسقفوسي نغاس الله اكبر السعير فاسن جامي حميد غربي في فاسني وكذاك ياك دمن تسمر سوفوس نسا مسكين واقي الا قدك الشهيد يدمن واسك زيغس واستفكر سيميس انا عاميه صفي النعم غير دينا ربي ذي القرآن وقليل
من عبادي الشكور. قليلك شكرنا ربي، ماشي مرة في الزمان الحمد لله سي نورمال. يقول ما يخدم لك سي دايما عاسين الحمد لله ثقي تفهم. يروح وين عزيز فلاك يخدم لوبيراسيون كاين الطبيب الحمد لله تنجح لوبيراسيون سنو الحمد لله. نو ماشي تيقات بانات هضر في النظام شحال النعم إذ ينتعيشي باش نتسكر القيمة. لذلك ربنا في سورة إبراهيم الآية 33 وسخر لكم الشمس والقمر. ربي سخرتني إن كوني دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهم معناه دايما اللام. كنسينا الشيخ محمد الحسين ولاش تصبحيث ورنسايث مديث ولاش إيض ورنسايث فجريث. القدرة ربي وما ربي زعما يبلوكي كلش لو سي ثلاثة ذا ممكن يذنكني لقون غفلارا. ربي ند في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. وتسيدي يرى سي الغافلين وكي الغفلان تخدم دين غطاس. ثالثا وقتها وقت الصلاة بالمرة صلاة الكسوف يبدأ وقتها من حل النافلة. يعني من زمان نظل نافلة وزمان ظل نافلة بعد الصبح ظل نافلة سيتورا ظل في مانيك ظل تورا يلمر في العشاء بعد العشاء ظل براحتك في 12 قيض في الوحدة في الزوج في الثلاثة في الربعة في الخمسة في الستة يلا في كيف ظل كنت تبغيض. ولكن من الظل فظلت من الصباح دايم نزول صلاة الفجر ولاش النافلة دايم. أم بعد من مي ألا مدي شرقية طيج مدي شرقية طيج واحد 4 ساعة 20 دقيقة تقريبا ذينا نكشم ذي وقت مقارن حل النافلة. النافلة ذي الحلال الظال صلاة الضحى ثم قاصد قضية الضحى الظال 2 4 6 8 ثقين شرحيت فيما سبق خاطر ذي الوقت اني يجوز الظال ثقي صلاة الكسوف ويمتد وقتها إلى الزوال بيديش وقت الظهر دايما. ولكن ما إلى الكسوف يضرب بعد يجوز إلى غاية العصر. إما يضرب بعد العصر يجوز عند بعض الفقهاء استثناء إلى غاية الغروب. طبعا بعد الغروب داين هيماني لا قصروح خاطر ما ثقي من وغال نكشم كوكور وايض من الحواجر يطيج هي طيج مي غلي هي طيج يغلي يطيج الحواجر دي شرق من بعد ثلو كادي شرق طيج سني واش جابك الحواجر ثوره نحوجيت كان دكزال دكواس وربي يزمر على كل شيء. طيب ثوره رابعا كيفيتها يوث كان يثمثان ثوره امشار نزال فظليت الكسوف. اولا صلاة الكسوف تكون في المسجد وذلك من المندوبات صلاة الجامعة ولكن تجوز فذا في البيت يمون يديروا حر الجامعة هذه صلاة الخامس هذه الظل ميم كاري الظل تلاقي الحوايج سورة. أولا ركعتان 6 ركعات فقط مش أطرس 6 ركعات الزمالات تنفذوا في 9 الصباح يزمر دناويل 12 عادي 11 ونص ساعتين د النص يتظلت لركعتين ملو جديد كل ركعة ذيك قيامان وركوعان. أكيد سكر غمي مرة أخرى كذا كان ثورة مثلا قيم ذاك روح تسمحي هذا ثورة مثلا ذن سيد الإمام النخ يزول صافي ثورة نزل صلاة الكسوف فهم كانت يزال
ثم زورو ثدين الله أكبر أبرد غير صوت الفاتحة من بعد غير صوت البقرة على حسب القراد نكون يدينا ثورة وقال زان فيريك سا ديبون ما نجهد أود البقرة ما نفي بلي أود ثلث أنتيرنا يكفى كان أركع الركوع قال قد يطول يا خاكا هذه يطول يرنا التسبيح كان ولاش الدعاء تسبيح هذه يعطل مليح ابري وغال قيام لو كان تزالت النظام يخلي يسجد ذاك خاطئ ادي غير ذا غير نكتبن ابري اركع ركوعاني وغال القيام من بعد السجود هذا نسجد سجدتان ارفع من السجود من بعد السجدة الثانية بارك الله فيك شكرا تفضل شكرا أبرا ذكر نبدأ الركعة الثانية صافي هي ركعتان ولكن شو حاجة سبيسيال فيها قيامان وركوعان كل ركعة بقيامين وركوعين مع الإطالة في القراءة بقدر الإمكان ويندب الصلاة بالصور الطويلة سورة البقرة سورة العمران مزمر سنقص اقرأ ما تيسر ولكن ميك في الركعة الثانية هذه قيم يتشهد فينا تحيات الذي زرم السلام بعدين السلام عليكم السلام عليكم لا تنتكفى دايا فاقي باش ننسجموا مع ربي سبحانه عز وجل في أحداث الكون ثورة نقطتان قاروث ذي الكسوف خامسا مندوبات صلاة الكسوف زرم ذي الشرع لانت الفرائض يعني يخدمها كي يجي اوبليجي يخدمها اوبليجي لانت المندوبات في كذاكي من خدميثن تيقلها وقيل معنيس مستحبات من خدميثن تيقلها هاد نفذو لانت الحقيقة ثم زواروث صلاتها بالمسجد جماعة المندوبة مزوارو إلى قتل الظال دخل الجامع والسلام الحديث الدنيا وجماعة أي غير جماعة باش ونعقو يرى زرت كان صلاة التراويح ديال رمضان ما نزول كذا الشيخ جماعة ولا ذو ذي عيان يسعون الجهد مثل واحدة تفشل ضات مثني كاستين الكوراج لو كان ديني وين يخدم القيام أم رمضان قليل لان ذينا هو قاعد يخدم القيام للمؤمنين من الكثرة المؤمنين ولو المظهر رمضان ديك الدنيا إن شاء الله في مش صحيح كان ركعتين ميوري يقيم من ثورة الصلاة القرآن الكريم تقول قليل ودقرغرة ولاش ولكن قليل أي غير رمضان نورمال وين يعيان وين يهلكان وين مسافر الغشيك وسعن كوراج زالان خاطر كل واحد يقوي الآخر حكى وانديو بس يوان ثورة يموت في الساعة ربي جيوث الجامع يدرس الجمعة يقيم الدين 103 سنين القرن 3 سنين جامي يقيم يك ديال الركعات يعني سكوسمي شفير تظليف سكوسمي شفير يبدا تظليف في 10 سنين صافي شحال الزول 93 سنة إنك دي الدونيثيو جامي الراتير صلاة التراويح جامي ثروح ركعة وجامي قيمة ضربي في كاس الجهد نسا يستخدم الجهديس ديال العبادة وهذا كل صف كان اللي جو الله يذكرهم بالخير بظل التراويح حد ظل ديهم السندنك والحيض مي قراك الشيخ ولا شي ثن من المي يركع غادي لا فيتاس لا سي ديجا هذيك سيليري
الشيخ كاين يسلي غير الصوت سي نورمال لا جونيس خدم الكروس باش يلحقنا الركوع باسكو ما لحقنا الركوع على بالك لحقنا الركعه نورمال ايش يدير بحال هذه لافير يربح ديال لافير الله يبارك صافي. المندوبه مزوارو صلاتها بالمسجد جماعه. يلا والسين الإسرار في القراءة. هي غريبة ثوارتك ثوار مليح ثورة ما ذقله الله وحدد يغير الشيخ نورمال نسميتاكو إمام إلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حنسا يسند القرآن يكون هذا الفير مشكلة تسقط كان أنا عاميه الإسرار ذي السر صفي أنك تغمضك وكأن الصلاة تقول للناس يحفظوا القرآن الكريم وماشي شرط تغرضين دي غير الإمامة انت دي غير البقرة يشغل آل عمران عادي ولكن يجوز الجهر بها الحمد لله أعلاه للتخفيف عن الناس يجوز الإمام انت دي غير نكون نسمح وهذا الشرع أنا غنمشي أما كان الزمر سكواسة تنزل بالجهر سكواسة تنزل بالسر صافي والسين دوا. ولذلك كثير من علماء المالكية ماذا ما قال في الفقه المالكي يستحسنوا الجهر بها علاه خطر ولا لأنه الفقهاء تعيشين زمان سن شي قال تخفيفا على الناس يستحسنوا الجهر بها. ماس الجهر انسعوا الكراج اكثر انسعوا القوه اكثر خاطر الشيخ غادي قال ممكن نسمح صلاه التراويح غادي يغير الشيخ ركعه طويله ولكن اقل غنسمحها صافي وكي ديروا الخشوع ديرنو ونعقويا وهكذا. في ثلاثه تطويل القراءه السلامس الى قد سيدي وكي من المندوب مع انتما الا الامام يغراد قيس 10 دقائق يجوز صافي عادي. الشرع يلها يوسع ذيك اليسر ربي ند يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يد وما جعل عليكم في الدين من حرج إند لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ويند النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ويند يسرا ولا تعسرا في موضع آخر إلى آخره صافي إذن الحمد لله إلى اليسر فرمي كنت الدنيا كاين خاطر ربنا اتقوا الله حق تقاته وقنفوا علينا أبريناد اتقوا الله ما استطعتم يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله إني ربي يخدم دو نيفو لو نيفو عليا يخدم دو نيفو يمشي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذي لا ينظن اتقوا الله ما استطعتم تزمرتم خلاص صافي نزمر نزال صلاة الكسوف 10 دقائق 4 ساعة نزمر أتنزل ولكن المندوب هو تطويل خلافا للصلوات المألوفات خلافا يعني إلى قد يبان باللي طول ذي القراءة ويصير 4 تطويل الركوع والسجود هذه طول ذي الركوع ما لا ركعك هذه طول وذي السجود هذه طول ثقيك مندوب. ويس 5 الموعظة بعد الصلاة يعني من مين كفى فضلت ركعتين الشيخ غادي يخدم الموعظة الإمام غادي يوعظ الاستغفار الذكر كذا غادي يسمكتي وغادي يامر وغادي ينهو الى اخره لكن يساعد الشرع وكي موعظه ماشي خطبتين امثال صلاه العيد ناثقال الجمعات ولا مشي غادي يخدم الخطبه ثم زواروث غادي يقيم
أذيرو السناد خاطئ ثقي موعظة ديجي اسم الفقه اسم الموعظة باش نسترس كل ولد قم كانس الموعظة. طيب في 6 النداء لها. مش النداء لها ماشي المعنى يرفع الأذان ماشي غادي يدن في 9 الصباح لا غادي يخدم الإقامة اش ديني الصلاة جامعة لا وهذا مندوب ومدينة راه معليش نملا لا داكن يا جماعة كتنزل من المندوب الديني الصلاة جامعة كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثورا زمرة دنيني إما إلى يولي فاتيث الركوع هذا يولد هنا غير الشمت يفاد الإمام النخ الشيني يا أخي هذا الركوع 6 ركوعات ذي ركعة مزواروث ذي ركعة مزواروث يفاتيث ركوع مزواروث يلحق كي ديال الركوع والسين ذي ركعة مزواروث. تفهمي السؤال أمشي راه يخدم وهذا يجاوب الإمام النغاثة يفضل تظليث يخدم الركوع مزوارو يغال دي قار ذي الركوع والسين يونس هنا يقضع يفيد أمشي دير ركعة تظليث أمشي راه يخدم. هنا المفاجأة لا سوربريز يفات الركوع مزوارو يلحق كان الركوع والسين الطرف يغرم خاطئ أخاطر ذي صلاة الكسوف الركوع مزوارو ذي السنة الركوع والسين ذي الفرض. هذوك الآن لو كان نستخدم العقل أدني الركوع إذا مزوارو ذي الفرض الركوع والسين ذي السنة العكس تماما وهذا من عمل أهل المدينة باش الناس اللي ما يقراوش الفقه خاطر وقح قرن ثمسنين ذو قادوا السيمار القيمة تمسنين لذلك الساقي ثمورث النخ 90% نتواغي في قضران ذي القلة الخوف الربي أكو ذي القلة تمسنين لأنه غاذنت الحلقات في الجوامع غاسلنت شويط نغدا ولاقي ربي يعلم ذوليك جرحا ماشي كي قلقاني لي تماما ماشي كي قلقاني لي طبع كان تضيوني عاش 100 سنة 70 سنة 80 سنة أكني ديوسا يقوال ولي خمرني طيب بس يا عجبا هذا هو شوط انت مسلم قرا مشى عبد ربي مليح مشى السين غامشي. لذلك يرحم ربي علماء نغوك يموتن سني عفو ربي ولا الشيخ ناقص عن في السمين في الدين يثوثرين ذكذورار امشي تسكن تمسنين اكني وثا يلا. ثورا نروح صلاة الخسوف فيما بقي من دقائق. خسوف القمر إلا كانت نسدوك لكن الكسوف الكفاف الخسوف يسهل خفيف إن شاء الله. أولا صفة الخسوف ركعتان كسائر الركعات خفيفة بركوع واحد بسجدتين عادي. أما كان زاد ركعتين كي تحت المسجد كيف هذا انت قصة الحمد لله. خسوف القمر 6 ركعات كان دايا بقيام واحد في كل ركعة وبركوع واحد في كل ركعة ثلاثة انتباه. يلا زيد بلا إطالة في القراءة أغرد ما يعجبك إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد عادي صافي الحمد لله هذا نسهل. ولكن في حاجة زرم الخسوف معنى ذا قول خسوف القمر إما إلا في 9 قيض مثلا تورن كفى العشاء نفر كنسي الجماعة خسوف القمر أروح نزل خاطر أقول ذي قيض يزمر يطول يزمر يقيم نص ساعة 40 دقيقة 45 نكرر يزمر أكثر يزمر ساعة ساعتين كل شيء ممكن.
نكرر أنس نتعاود ركعتين عيوذ ألما يغال سمكانس ألما دفن ثفاتيس إما إلا قبل الفجر قبل طلوع الفجر يقدر الخسوف أنزل لما يطلع الفجر ذا شو ركعتين يلا. وهذا من المندوب ملاش تجزئ في ذلك الركعتان ما يعجبك الصلاة ركعات بركة، ولكن مندوب أن تعاود نكرر ركعتين لما أكاد النير حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر. 3 حالات، إما ينجلي أي يظهر القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر. هنا نتوقف. ثانيا وقتها ما المصالة وقت بالليل ونزميرا نزل الخسوف القمر مدي شرقية طيش منطقيا. إذن وقتها يبدأ من بداية الليل إلى غاية طلوع الفجر وقيل وقت صافي الوقت يوسع. ولكن فرضا طلع القمر مخسوفا يفقد كان مخسوف مع المغرب سوا إيش كان زوير ديال الخسوف نغ ديال المغرب طلع شفوتاس طلع القمر مخسوفا إذا كان يخسف هل يخسف قبيلي يخسف. وعلى كل حال هناك قاسم مشترك في المعنى اللغوي. هل نزوير ديال الظليف المغرب نغنزوير ديال خسوف القمر؟ الجواب نبداو بالفرض. انزل المغرب من بعد انزل صلاة الخسوف. ثم اخيرا مندوبات صلاة الخسوف تمزورث الجهر بالقراءة عكس الكسوف. خاطر صلاة الكسوف ذقاس ومن خصائص نوافل النهار سرا. فهمتوا السر؟ قل كان الفقه الدقيق. اما نزل 4 ركعات نافله ذقاس نزل جهرا لا نزل سرا، ولكن دقيق صلاة الليل جهرا صافي كل يوم شو يصير سفن. فهمتوا الان السر؟ الجهر بالقراءة غير خاطر هي من النوافل المؤكدة الليلية تدخل هي صحيح سنة ولا مندوبة ولا حسب الاختلاف الفقهاء، ولكن هي من نوافل الليل تصلى بالليل. والسين تكرارها تجي مندوب نغد على سبيل الندب حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر. في 3 إيقاعها في البيوت لا في المساجد. تكره الصلاة في المسجد سبحان الله، خاطر ما يخصفوا وقول في 2 الصباح هذا مزازل الجامع شرعا حنين يقنزل ديك خامي صافي اتنزل ديك خامن النغ ومكروه تنزل ديال الجامع على تخفيفا على الناس وباش الناس لا ينفرون من الصلوات كلها. المندوب يصير 4 والأخير تصلى فرادى لا جماعة. سبحان الله، ماشي بالكسوف. صلاة الكسوف تصلى جماعة مع الإمام، ولكن صلاة الخسوف تصلى فرادى. كنت تصدق خامس خاطر ذقيض ونزرى من الماء يخصف وقول ذقيض. والآن في الختام هناك خاتمتان. الخاتمة الأولى أكون ديني غشود لنا الشراح سيدي خليل إلا يون المتن اسمس المختصر الفقهي لسيدي خليل وقي زيك العلماء نغكن ملان فكان سزال ذا القرآن خاطر يحتوي على حوالي 400,000 مسألة فقهية دقيقة ما تفغض في قاذ يعني يوسعن أكثر من 200,000 مسألة فقهية. شرح خليل الناندمين ما ضرونت النوازل ثياب
صاعقة عاصفة كبيرة، يظهر الفيضانان أمنا باب الواد، كل ما يظهر الفضان كيصير الفيضان نحسبوا غير الأموات. شحال مات، شحال عدد الخسائر المادية، وما ظهر زلزلة شحال يموتن. شوف الأمة كيفاش راهي بعيدة تماما، درت علم الإحصاء في الأموات. ولكن شراح سيدي خليل هي لها مظرانت في كذاكي أتظلم ركعتين. والندوة إذا أمر بها الحاكم وجبت طاعة لولي الأمر. شبي ربي أتممنا جميع المسائل الفقهية المتعلقة بصلاتي الكسوف والخسوف. السلام عليكم ورحمة الله.